انت تدري كل ايام الاسبوع عاديه الا اليوم اللي يلعب به ريال مدريد مو عادي، راح يكون من اهم ايام الاسبوع. باكر راح تعود المتعه والاثاره وكل شيء جميل بالحياه من يلعب ريال مدريد. باكر بالخمسة وربع لعبته امام ريال سوسيداد في ملعب الانويتا من الجوله الرابعه للدوري الاسباني. خصوص موضوع الحكم كباتن حبايب قلبي، انه هذا الحكم نفسيته اللي حكم العام بين لعبه ريال مدريد وفالنسيا وطرن بليغهام ولغى الجول مالته وخلى ريال مدريد يخسر 3 نقاط وانهدى الدوري البرشلونه. احب اقول لكم حبايب قلبي، هاي ما لها علاقه بهاي، الكل مباراه لها ظروفها واجواءها وضغوطاتها النفسيه. فكل الاعلام المدريدي والاسباني والبرشلوني في كل لعبه لريال مدريد او برشلونه قبلها يسوي ضغوطات على التحكيم، وهذا الشيء اللي يكرهك بكرة القدم. حبايب قلبي، كرة القدم فوز وخسارة، يفوز فريقك عادي اصبر، متعودين انه كرة القدم كل شيء بيها، فاز افرح احفل طبل، بس لذ بخسارتك اساءة للاخرين. كل التوفيق للنادي الملكي باللعبة الصعبة امام ريال سيسيداد بين ارضه وجماهيره. كباتننا حبايب قلبي، شو تتوقعون؟ ايش قد راح تنتهي المباراة ومنو راح يفوز؟ لا تنسى اللايك واضافة للحساب.